وهتسألوني عن أفضل الأكلات اللي بتزود اللبن عند الأم. لو أول مرة تشوفيني، أنا دكتورة مرة البرلوسي، أخصائي الأطفال وحديث الولادة، والنهاردة أكلمك عن أفضل الأطعمة اللي بتزود الحليب وتزود إدرار اللبن عند الأم. أول حاجة هي الحلبة حلوة، بس هي بتضر الحليب، فممكن تشربي حلبة وبعدها دايما تاخدي شاور علشان ريحة الحلبة نفسها تروح من جسمك. تاني حاجة هي الشوفان كويس جدا لإدرار الحليب، فانتي ممكن تعملي شوفان بالطرق اللي تعجبك. ممكن نحط عليه منتجات ألبان زي لبن، أو تحطي عليه مكسرات وفواكه مجففة. تالت حاجة التمر فيه بيمد بالطاقة عالية جدا وبيزود الحليب، فالتمر من الحاجات الممتازة جدا للأم إن هي تاكلها فتزود إدرار الحليب. السمسم والطحينة مهمين جدا، فيهم كمية كالسيوم عالية جدا مفيدة، بتعمل على إدرار الحليب عند الأم. المكسرات النية زي الجوز واللوز مهمين قوي لإدرار الحليب، فيهم أوميجا 3 ومفيدين جدا للأم ومفيدين للطفل. الخضار الورقي مهم جدا زي الجرجير، زي السبانخ، الحاجات دي بتعمل على إدرار الحليب، فيهم كمية مية عالية. وعايزة أقولك إن السوائل مهمة جدا للأم، لازم تشربي، لازم تزودي على قد ما تقدري، لأن كل ما زود إدرار الحليب. عصير الفواكه الطازجة زي الموز بالحليب بيمدوا الجسم بالطاقة، وفي نفس الوقت بيدروا الحليب عند الأم، وفيهم ألياف فبتساعد الطفل إن هو ينظم الإخراج. عايزين نتكلم عن أهمية الرضاعة الطبيعية. بصوا، هو مش كل الأمهات بتعرف ترضع من أول يوم، بس انتي هتعرفي ترضعي مع المحاولات. وعايزة أقولك في 3 حاجات مهمة أوي. أول حاجة زيادة اللبن بتعتمد على رضاعة الطفل، يعني الطفل كل ما يرضع كل ما يزيد اللبن، كل ما قل الموضوع كل ما قل الحليب، لأن هو بيبعت إشارات للمخ إن هي الطفل عايز يرضع، فبيزود امداد الحليب للطفل. لو انت عاملة رجيم للأسف الحليب بتاعك هيقل. لو بتشربي قهوة أو كافيين كتير فده بيقلل برضو إدرار اللبن، فنقلل القهوة ونقلل الشاي. لو انت متوترة ودايما خايفة، برضو التوتر والقلق بيقلل إدرار الحليب. النوم، حاولي تاخدي قيلولة من وقت للتاني وتسيبي الطفل مع حد يساعدك، لأن النوم مهم جدا لإدرار الحليب. في النهاية جسمك محتاج تغذية وراحة ورضاعة طبيعية للطفل علشان يزيد إنتاج الحليب، وفي نفس الوقت تعلى قيمته الغذائية.